اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده هنعمل مع بعض الفاش الصعيدي. عملناه قبل كده مع بعض والحمد لله جايب مشاهدات حلوه قوي، وان شاء الله النهارده هنعمله مع بعض بس بكميه دقيق اقل. طبعا كانت اغلبيه الاسئله بتاعتكم ان احنا عايزين كميه دقيق اقل، يعني انا عملته بكميه دقيق كتير، فالنهارده هنعمله ايه؟ بكميه دقيق اقل. قبل ما نبدا الفيديو طبعا يشرفني اشتراككم في القناه، وما تنسوش اللايك وفعلوا زر التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد مني من القناه. بسم الله، ونصلي على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام، ونبدا بقى الفيديو ونشوف هنعمل الفيش القمر ده ازاي. يلا بينا. اول حاجه هجهزها ماما ربنا يديها الصحه والعمر يا رب، هنجهز الخميره. عندنا كده معلقتين كبار من السمسم، بس السمسم ما يبقاش محمص. هنحطهم بقى في برطمانه، اي برطمانه صلصه مربى زي ما تحبي. هننزل عليهم بكوبايه من اللبن المغلي. طبعا اللبن تكوني لسه غلياه ورافعاه من على النار على طول، تحطي على ايه؟ السمسم. قلبته تقليبه كده، وهتغطي البرطمانه كويس جدا، لازم تتغطى يعني ما يدخلهاش هوا خالص. هتبتدي بقى تجيب طبق بلاستيك وهتحطي فيه ايه؟ البرطمان بتاع الخميره. هنغطيها كويس ونسيبها في مكان دافي لحد ما تختمر. بتاخد وقت قد ايه في التخمير؟ من 12 ل 16 ساعه، ده في الصيف، انما في الشتاء ممكن 20 ساعه. ده شكلها بعد التخمير. اعرفها ازاي خمرت؟ السمسم كله كده بيطلع لفوق. نيجي بقى للتخميره التانية. عندي معلقه من البيكنج صودا اللي هو الكربوناتو. اغلب الاسئله لما عملنا الفايش قبل كده، ليه بتحطوا كربوناتو للفايش؟ بيخلي طبعا صباع الفايش هش ومقرمش وخفيف جدا، عشان كده احنا بنحط كربوناتو للفايش. بعد ما نزلنا بالبيكنج صودا او الكربوناتو، هننزل عليهم بكوبايتين من الميه الدافيه، ندوب ايه؟ البيكنج صودا او الكربوناتو في الميه الدافيه. بعد كده نزلنا بكيلو من الدقيق. هنا بقى ماما ربنا يديها الصحه والعافيه هتنزل بخميره السمسم. بعد كده قلبت كله مع بعض، وهنبتدي ننزل ايه؟ حبه حبه كده بالميه الدافيه لحد ما نوصل لعجينه اتقل شويه كده من عجينه الزلابيه. يعني ايه؟ ما بتبقاش عجينه ايه؟ متماسكه. هنشوف دلوقتي في الفيديو، هوريكم القوام بتاع العجينه. اهم حاجه تشربي الميه كويس، تمام؟ وهو ده بيكون قوام العجينه. هنغطيها ونسيبها كده ايه لحد ما تختمر. مش بتاخد وقت لان احنا في الصيف يعني من ساعه لساعه ونص، انما في الشتاء هتمد معاكي ممكن ساعتين 3 على حسب ايه الجو عندك. نيجي بقى هنا ننزل بمعلقتين كبار من السمسم المحمص. طبعا هنا السمسم بيبقى محمص. كوبايه من السكر، حلو أوي مناسبة على كميه الدقيق اللي احنا هنعملها. رشه من الملح، كمان عندي معلقتين كبار من الكركم. بعد كده هننزل باللبن، وهنا اللبن كميته كيلو ونص، تمام؟ يا سلام كمان لو كان لبن كامل الدسم. احنا عارفين ان الفاش الصعيدي بيبقى دسم شويه، يعني بيحب اللبن كتير والسمنه كتير. نزلنا كمان هنا بحوالي كوبايه من السمنه. بعد كده ماما ابتدت ايه؟ تقلب المكونات كلها مع بعض لحد ما السكر يدوب كويس. طبعا احنا مش عايزين طبعا ايه؟ ان السكر يبقى حبيبات، لا عايزين ندوب السكر كويس. تبتدي بقى تقلب لحد ما السكر يدوب. بعد كده يا بنات هنبتدي ننزل بالدقيق، وهنا كميه الدقيق كانت 4 كيلو. طبعا احنا عندنا هنا في الصعيد بنعمل كميه دقيق اكبر من كده، بس طبعا عشان انتوا طلبتوا ان انتوا عايزين الفايش بكميه اقل من الدقيق، فعملنا النهارده ب4 كيلو من الدقيق. بعد كده نزلنا بالخميره اللي هي الخميره الكبيره، ما خدتش وقت خالص في التخمير. احنا عندنا هنا في اسوان ما شاء الله الجو صعب قوي، حر قوي، فما خدتش من ساعه لساعه وربع وكانت اختمرت. انتي ممكن تمد اكتر من كده شويه لو كان عندك الجو ايه؟ اهدى شويه من عندنا. احنا عندنا هنا ما شاء الله الجو صعب قوي، بالذات يعني اليومين دول. طبعا فبيبقى الجو ايه؟ بيساعد ان الايه؟ الخميره تختمر بسرعه. المهم ما علينا يا بنات، ربنا يرحمنا برحمته الواسعه. ابتدت بقى ماما ربنا يديها الصحه والعافيه تعجن. طبعا العجين بتاع الفاش الصعيدي او عجينه الفاش الصعيدي بتاخد وقت شويه وبتاخد عجن كمان، تمام؟ فحطت كده كوبايه من الميه الدافيه وابتدت تلم العجينه. احنا عارفين ان الفاش الصعيدي بيبقى دسم شويه، بيحب اللبن كتير وبيحب السمنه كتير. يعني ايه؟ هتقولوا ان السمنه كتير او اللبن كتير؟ الفاش الصعيدي كده، تمام؟ طيب كميه السمنه اللي احنا حطيناها كانت قد ايه؟ نص كيلو من السمنه، تمام؟ خلاص كده هنحط برضو حوالي كده نص كوبايه من السمنه تاني، ونلم العجينه كويس زي ما احنا شايفين كده في الفيديو. طبعا العجينه خلاص ما شاء الله، دي كانت اخر كميه سمنه احنا حطيناها. وبعد كده هنبتدي ان احنا نقطع الفاش. طبعا احنا بنقطع الفاش بالمكنه بتاعت البسكوت، بس بيبقى ايه؟ في قمع كده ليه؟ للفاش. طب انا ما عنديش القمع ده، هتبتدي ان انت تقطعي بايدك، بس لو انت هتقطعي بايدك هتسيبيه يخمر بعد ما تعجني.
احنا طبعا اشتغلنا على طول، لان احنا طبعا هنقطع بالمكنه. تمام. فما ينفعش ان انا اخليه يختمر وبعد كده ان انا اقطع بالمكنه. لازم يا بنات ناخد بالنا من الخطوه دي كويس. لو احنا هنقطع بايدينا زي ما انتوا شايفين هنا في الفيديو، طبعا اللي ما عندوش مكنه هيقطع بايديه، بس لازم ناخد بالنا ان خلاص بعد ما خلصنا عجن هغطي العجين وهسيبه لحد ما يختمر والحجم بتاعه يتضاعف، وابتدي ان انا اقطع بايدي. انما لو عندكم مكنه وهتبتدوا تشتغلوا بالمكنه زي ما انا بشتغل بالمكنه، هتشتغلوا على طول، هتخلصوا عجن من هنا وهتبتدوا ايه، تقطعوا الفيش من هنا. كمان يا بنات لازم احنا بنقطع الفيش ندهن ايدينا سمنه كويس جدا، عشان طبعا بعد التسويه انا مش عايزه الفيش يلزق في بعض، وكمان بدي الفيش لون ذهبي حلو قوي من فوق. تمام. طبعا شايفين طبعا المكنه بتسهل طبعا احسن من تقطيع الايد. يعني المكنه انت كل اللي انت بتعملي الحجم طبعا على حسب ما انت عايزه كبير عايزه صغير زي ما تحبي، وتبتدي ان انت تقطعي من المكنه وتلفي لفه بسيطه كده، وبعد كده تحطي ايه في الصاج. طبعا الصاج مدهون سمنه كويس جدا. تمام. بعد ما خلصت تقطيع هبتدي ان انا ادهن وش الفاش كده من فوق سمنة كويس جدا. لازم ندهن سمنة كويس جدا علشان ده طبعا هو اللي بيدي لون الفاش ذهبي حلو قوي. تمام. هخلص بقى الكمية كلها كده بنفس الطريقة. هنا بقى خلصت الكمية، هبتدي بقى اسيبه يختمر والحجم بتاعه يتضاعف. اهم حاجة انه يختمر كويس. هنا بقى الفاش اختمر وهبتدي اسويه. اهم حاجة او اهم خطوة التسوية. مشغلة الفرن على درجة حرارة عالية، شغالة فوق وتحت. اول 5 دقايق او اول 7 دقايق بالكتير يدخل على نار عالية جدا لحد كده ما ياخد حرارة الفرن، وبعد كده اهدي النار لمتوسطة لحد ما الفايش يستوي ياخد لون ذهبي من فوق ولون ذهبي من تحت. بس كده ايه، كل 3 4 دقايق اجي ايه لفة الصاج عشان ياخد لون ذهبي من جميع الاتجاهات. هنا بقى شايفين لونه ازاي، هبتدي بقى نلف الناحية التانية لحد ما ياخد لون ذهبي من جميع الاتجاهات. هنا بقى خلاص الفيش استوى، هبتدي ان انا اخرجه من الفرن. شوفوا شكله ازاي ما شاء الله، واخد لون تحفه من فوق ومن تحت، لونه خطير ما شاء الله اللهم بارك. بعد كده خليته برد شويه وابتديت ان انا كل 2 3 لازقين في بعض ابتديت ان انا افكهم. طبعا هنا بيتفكوا معايا بكل سهوله. شايفين شكله ازاي ما شاء الله تحفه. بيتفكوا طبعا معايا بكل سهوله لاني انا ايه دهنين ايدينا سمنه كويس ساعه التقطيع. وبعد ما خلصنا تقطيع دهنا وش الفيش من فوق سمنه كويس، عشان كده لازم ندهنه سمنه كويس عشان يتفك معانا بكل سهوله. تمام يا بنات. بعد كده يا بنات هجيب الصاج، بس اهم حاجه ما يكونش مدهون اي ماده دهنيه، وهبتدي احط فيه الفيش بعد ما فكيته من بعض، عشان طبعا هنحطه في الفرن ايه يتحمص. تمام. اهم حاجه ان الصاج ما يكونش مدهون اي ماده دهنيه، لان لو مدهون اي ماده دهنيه الفيش هياخد لون بسرعه وهيتحروق معانا. تمام. بعد كده هنحط صاجات الفيش في الفرن. طبعا هنا الفرن سخنه وشغاله فوق ومن تحت، وهبتدي بقى احط ايه الصاجات لحد ما ياخد لون ذهبي من فوق. اول ما ياخد لون ذهبي من فوق هخرج الصاج وابتدي بقى ايه اقلبه على الناحيه التانية لحد برضو ما ياخد لون ذهبي من الجنب التاني. تمام. هخلص الكميه كلها كده بنفس الطريقه. وده بقى بيكون لونه بعد ما بخرج الصاجات من الفرن. شايفين شكله ازاي ما شاء الله تحفه. انت عايزه تغمقي اللون عايزه تفتحي زي ما تحبي، ليكي حريه ايه الاختيار هنا. ايه رايكم بقى في الفاش القمر ده؟ شايفين شكله ازاي ما شاء الله اللهم بارك تحفه جدا. اللون كمان مميز جدا والطعم ما اقولكوش خطير. شايفين شكله ازاي يفتح النفس. فاش صعيدي على اصوله. بتمنى النهارده طريقه الفاش تكون عجبتكم. لو عجبتكم بقى ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.